القصة الثانية في الحقيقة لن أقدم فيها كثيرا من التفاصيل لأنها مسيئة، وما كنت لأتعرض لها لو أن أحداثها جرت في مسكن الشيخ صباح الأحمد، لأنها حينذاك ستكون شأنا خاصا، ولم أتعود أن أطرق الشؤون الخاصة في أحاديثي. ولكن بما أن وقائعها جرت في مكتب الشيخ بوزارة الخارجية الكويتية فهي شأن عام إذن. وهنا يعني أثير سؤالا عما عثرت عليه الجهات العراقية المعنية، وتحديدا جهاز المخابرات العراقي في غرفة خاصة ملحقة بمكتب الشيخ صباح الأحمد في وزارة الخارجية الكويتية من أدوات ومستلزمات كان يستخدمها كما يبدو لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع بعض الجهات، فهو حينها وزير خارجية كما تعلمون. لن أتحدث بتفاصيل أكثر مع أنني أعرف طبيعة ما عثر عليه، والمعنيين في جهاز المخابرات العراقي يعرفون التفاصيل ويمكن أكثر مني ويمكنهم أن يدلوا بشهادتهم حول هذا الموضوع. لكن من الواضح أن إحجامي عن ذكر التفاصيل يفصح عن بعض المضمون. دمتم بخير ولكم تحياتي.